أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في هذه الحياة لا تقاس القدرة بسلامة الحواس، ولا توزن القيمة بما تراه العيون، فثمة أناس اختارهم القدر ليروا العالم ببصيرة القلب لا بنور البصر، وليمضوا في دروب الحياة مستندين إلى نور أعمق، نور لا يخبو ولا ينطفئ. أولئك الذين حين أغلقت أمامهم نوافذ الرؤية فتحت في قلوبهم أبواب الضياء. يونس جابر واحد من هؤلاء، كفيف البصر لكنه مبصر المعنى، لم يرى الحياة بعينيه لكنه رآها بقلب حي، يسمع نبضها ويتلمس تفاصيلها ويفهم إشاراتها الصغيرة التي قد تغيب حتى عن المبصرين. يونس فؤاد أحمد حسين جابر. طبعا الولادة كنت ولدت وأنا بين الصديق قليل هكذا كما، وبعدين فجأة عيوني هكذا تقلبن ما أدري من إيش، هذا كما روه لنا الوالد الوالد والوالدة. وبعد ذلك قالوا إنه عميت، شلوني إلى عند الدكتور وعملنا العملية لأنها قالوا المياه البيضاء. ولدت طبيعي وبعدين ما جاء لما أخذوه من 8 أشهر وبيرفرفن عيونه يرفرفن. بعدين رجعنا سلينا عند الدكتور، واحد دكتور يماني فعل له عملية، قال في المياه البيضاء، فعلنا للعملية ورجعت. بعدين قالوا لي ما بالله ارجع ثاني مرة، وعاود أنا عند الدكتور قال هذه المياه البيضاء لأنه نظره ضعيف. ارتبط يونس بالقرآن منذ نعومة رحلته، لا بوصفه كتابا يتلى بل باعتباره حياة تعاش. كان القرآن له عينا بديلة ودليلا في الطريق ورفيقا لا يخذل، حفظه كاملا عن طريق السمع آية آية، حتى صار القرآن ساكنا قلبه، نابضا في روحه، حاضرا في صوته وسلوكه. حفظنا القرآن في عام 2010 وعدنا في الصف السادس، فمارست حفظي في هذا المسجد اللي هو مسجد التقوى. فكان درسني أولا الأستاذ إبراهيم نجيم حفظه الله. طبعا كلمت الوالد أن أنا أدرس قرآن، كنت في البداية كنا نقرأ عند الوالد بحيث أن احنا نحفظ كما تيسر. فشفت أنا أستاذ بيدرس قرآن كريم، كلمت الوالد يكلمه وكلم الأستاذ طبيعي، والحمد لله وافق وقرينا عنده قرآن تقريبا إلى نهاية شهر 12 من عام 2010. في جالنا أستاذ آخر واستمرينا معه لا يقل هكذا عن سنة أو سنة وشوية. الحمد لله ختمت القرآن في 2016. حفظ القرآن الكريم خلينا وشجعنا قوينا وفرحنا فيه لما ختم القرآن الكريم، وفعلنا لمولد وعزم الناس الأهله أصحابه كلهم فرحنا فرحة شجعت لحدك والآن واني بعده حتى هو قدوم مدرس بعده. بالقرآن تجاوز يونس نظرة المجتمع الناقصة للكفيف، تلك النظرة التي ترى الفقد قبل الإنسان وتختصر الطموح في حدود الإعاقة، واجهها بهدوء الواثق
لا بضجيج الغضب ولا بانكسار الصمت، بل بالعمل والاجتهاد. أثبت أن الكفيف لا يقل شأنا عن غيره، وأن الفقد لا ينقص من القيمة شيئا، وأن الإنسان يقاس بما يحمل في داخله لا بما يفقده خارجه. الكفيف يعني كذلك يستمر في هذه الحياة بشتى الوسائل، يعني يقرأ القرآن، منهم من هو الآن يعني محامي، منهم من هو من الكفيفين مدرس، وغير ذلك من التخصصات. فالحمد لله الكفيف ما يحنفش. نعم، كما يراه بعض المجتمع أن الكفيف لا يستطيع أو كذا، أنه ما يستطيع أن يعمل، فالكفيف يستطيع أن يعمل كل شيء. هذا البرنامج برعاية الراعبي أوتوكارز. كل كوب قهوة وكل يد عاملة نمدها بالطاقة ليتدفق الأمل في روح الشباب. تعمل أيدينا بلا توقف، وتدب الحياة مع كل خيط، وتمضي كل إبرة بدعم من طاقة لا تنفد. هنا حيث تصنع الابتكارات، تولد أفكارا تنير دروب تقدم. على جدران هذه الحياة تتحقق حياة جديدة كل يوم. ومن قلب المدينة حيث النبضات المتسارعة نمد الحياة بالطاقة التي تحرك كل شيء. نغذي الحياة بطاقة تعين كل فرد وكل أسرة. نحافظ على دوران العجلة بلا توقف. نبث قوة الاستمرارية لتعمل كل آلة بطاقة الحياة. قوتنا ليست في الحجر بل في البشر. الراعبي، طاقة للحياة. أول مرة غثيت عليه لما مثلا المكفوف غثيت، بعدين شجعته عادي كل الناس كذا، يعني من أمر الله ما بالشيء، وشجعته. وبعدين حدك والآن دحين هو بالمدرسة وهو بالجامعة. مضى يونس في طريقه ثابتا حتى أتم حفظ القرآن، وارتقى إلى مرتبة معلم له في مركز النور للمكفوفين. هناك لا يقف موقف التلميذ المتلقي بل المعلم المتمكن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا